اليوم الذي يعكس التقدير والامتنان لجهودهم التي لا تقدر بثمن في دعم ورعاية صحة وحياة المواطنين والمواطنات. أنتم الأبطال الذين تعملون في صمت، تداوون الجروح وتخفون الألم وتزرعون الأمل. اللي هي l'assurance maladie, l'assurance vie, les allocations familiales et l'assurance, les indemnités de perte d'emploi. دونك هذه المناسبه كانت فرصه اننا نوقفوا على النظام جديد سكون ابيل لا ريفورم جديده، يعني اعاده الهيكله ديال المنظومه الصحيه. سورتو كنهضروا على دابا المجموعات الترابيه الصحيه اللي تم تعيين مؤخرا مدير ديال المجموعه. دونك كان نقاش حول القانون 0822 المتعلق باحداث المجموعات الترابيه الصحيه، وكذلك كانت فرصه للحديث على لو ريفيرونسيال دو كومبيتونس ديال القابلات اللي هو حديث الساعه. من الناحيه الثانيه كانت فرصه اننا نكرموا الممرضين والممرضات المتقاعدين والمتقاعدات اللي تم الاحاله ديالهم على التقاعد. قدمنا لهم هدايا رمزيه عرفانا وشكرا لهم على جميع المجهودات اللي بذلوا. احتفلنا باليوم العالمي من الممرضين والقابله. كانت واحد امسيه درسنا فيها قانون 0822 والمنظومه الصحيه العفونت ديال السيستم اللي كان مقبلين عليه، وسورتو كرا ريجيون ديال طنجه تطوان الحسيمه تختارت تمثلنا الله ينصرو كون كوا ريجيون بيلوت. دونك كانت امسيه ذكرنا فيها ما هو علمي، كانوا فيها مداخلات الاخوان وكان فيها مناسبه لتكريم الناس اللي خرجوا لا غوتريت، الله يجزاهم الله خير. هذه النسخه الثالثه اللي كنديروها الحمد لله، وان شاء الله مزيدا من التالق بالنسبه للاطر الطبيه والتمريضيه. موعدنا العام الجاي ان شاء الله لحين الله.